انا مش هتكلم كتير، انا عارفه ان صوتي دوشه، بس بجد طعمها روعه، لازم تجربيها. حد هيقول لي دي بسيمه، حد هيقول لي دي بسبوسه، حد هيقول لي دي بطاطا، حد هيقول لي دي كيكه، هقول لك هي كل الحاجات اللي انت قلت عليها دي. شوفوا لونها، شوفوا تحميرها، ما شاء الله روعه بجد. هتاكلي منها قطعه تتلاقي بتخلصيها من طعمتها. عشان تطلع باللون ده والارتفاع ده والطعم ده بلاش تشيلي منها مقادير. هنجيب بطاطا، في بطاطا في السوق بالشكل الفاتح ده، دي يا جماعة طعمها مش مسكر خالص ورخيصة. اما البطاطا اللي غامقة دي طبعا غالية شوية وطعمها مسكر وطعمها حلو قوي. ممكن تسلقيها وتاكلها كده، مفيش اي مشكلة. ممكن التانية دي تعملها صواني وتزودي فيها السكر. مع ان سبحان الله الرخيصة دي قلبها لونه احمر، والغالية تلاقيها فاتحة شوية. انا هجيب لي اتنين واحطهم على بعضهم ماشي. بس هجيب الاول السميد، كوبايه ونص سميد. هحط لكم ان شاء الله المكونات في الجنب كده، خدوها سكرين شوت. تمام. جبنا السميد الناعم كده، وهحط رشه فانيليا، فانيليا بالبرتقال او فانيليا عاديه اللي تبع اللي موجوده عندك. وطبعا كل ده بنقلب. هجيب بيضه هحطها، بتفرق جامد يا جماعه. البيضه الواحده دي بتفرق، بتخليها طعمها حلو قوي. وهنجيب بقى سمنه، نص كوبايه سمنه. وبرده مع التقليب المستمر في الحاجات دي كلها، عشان انا عايزه البسبوسه تبقى عامله زي الرمله كده. هجيب كمان نص كوبايه دقيق منخول وهقلبها برضو. هنقلب كده لما كله يتجانس مع بعضه بالمنظر ده. وهنحضر برضو نص كوبايه سكر ناعم خشن، مفيش اي مشكله، هنحطه. وبرضو مع التقليب المستمر هتجيبي معلقه مليانه بيكنج باودر وهنحطها كمان برضو مع التقليب بالمنظر ده. هنحطها وبرضو هنقلبها. هنجيب زبادي، العلبة الصغيرة هتحطيها كلها وبرضو هتقلبها عشان تديها طراوة كده. دي البطاطا غسلتها وسلقتها، هاخد منها كوباية واحدة بس. هتملي كوباية واحدة من البطاطا دي بعد ما تتهرس. هنهرسها اهوت. بعد كده ما هرستيها الاتنين على بعض، النوع البطاطا الاتنين على بعض، هناخد منها كوباية واحدة بس وهنحطها على الخليط اللي احنا عاملينه قبل كده، اللي هي البسبوسة اللي احنا عاملينها قبل كده. وبرضو هنقلبها، فرميها كويس قوي علشان ما تبانش في البسبوسة، تديلها طعم ولون وهتبقى حلوة جدا. كل اللي هيفك التكتلات ايه؟ كوباية لبن سخنة او دافيانة دافيانة. تمام. هنقلب بقى كله هيتجانس مع بعضه وهيبقى حلو جدا. جربوه مش هتندموا، حلوة جدا. نقلب لما نحس ان هي كل المكونات تجانست مع بعضها. بعد كده هحط كوباية جوز الهند وبرضو مع التقليب. اهم حاجة التقليب علشان ما يبقاش حتة فيها وحتة مش موجود فيها جوز الهند. هنجيب صينية بقى ان شاء الله ونحط فيها سمنة، نبطنها بالسمنة كده
وبعد كده هنحط الخليط بعد ما نفرد السمنة في الجوانب وبالمنظر ده. هنكون مسخنين الفرن وحاطين الخليط ده في الرف الاوسط. بس هقول حاجة بسيطة كده، وانت بتفرديها كده حط عليها سمنة في الاخر، واضربيها برضو قبل ما تحطيها في الفرن عشان لو فيها اي هوا يخرج. بحس ان هي بالمعلقة كده مش متساوية، هجيب الفرشة كده واحط السمنة، يعني السمنة على الفرشة واظبطها واخلي شكلها حلو. السمنة هي اللي هتظبطها وتخلي شكلها حلو بالفرشة بنفس الطريقة دي. حطها بالرف الاوسط وكل شوية طبعا بتبص عليها. هنعمل الشربات كوبايتين سكر مع كوباية مية وتسيبيهم يغلوا على النار على رشة فانيليا وعصرة ليمونة، هيبقى حلو جدا. وطبعا الشربات كلنا بنعرف نعمله سهل جدا، فطبعا انا ما جبتوش. هي كوباية واحدة من الشربات هتحطيها على الصينية الوسط دي، هتبقى جميلة جدا وطعمها هيبقى حلو قوي. لازم تحطي الشربات في الاخر، هيطريها واديها طعم مسكر وطعمها حلو خالص. انا زي ما انا وريتكم في اول الفيديو شكلها من فوق ومن تحت ما شاء الله، لونها بجد تحفة. شكرا ليكم على كل التعليقات اللي بتجيلي، جزاكم الله كل خير، ودمتم في رعاية الله. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتعليق حلو زيكم، وشكرا ليكم. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.